على بعد أقل من ساعة من العاصمة الصومالية مقديشو يحصد مزارعون محاصيل الموز، هذه الفاكهة التي تشكل ركيزة لقطاع يحقق نموا مضطردا. بعد نقله بالشاحنات من هذه المزرعة الواقعة في أفجوي إلى مرفأ العاصمة، يرسل الموز الصومالي إلى وجهات متعددة، ويشهد هذا القطاع نجاحا بعد سنوات طويلة من التباطؤ جراء نزاعات استمرت أكثر من 20 عاما ودمرت اقتصاد البلاد. نصدر حاليا 12 مستوعبا من الموز إلى إيران بموجب عقد وقعناه مع شركة إيرانية. وقد تخلى إسلاميو حركة الشباب الصومالية بعد طردهم من العاصمة مقديشو في آب أغسطس 2011 عن القسم الأكبر من معاقلهم، وقد ساعد الهدوء النسبي في تسهيل مهمة النقل البري والوصول إلى الميناء، كما سمح لصناعة الموز بأن تنشط مجددا. لكن ثمة ما يناقص هذا الواقع، فتقديرات المنتجين تشير إلى أن أقل من ثلث المساحات المستغلة سابقا والبالغة 5000 هكتار يتم استثمارها حاليا. لقد ساعدت وزارة الزراعة إحدى شركات التصدير التي نجحت في تصدير الموز الصومالي للمرة الأولى منذ 25 عاماً. ويعود الفضل في انتشار الموز الصومالي جزئياً إلى قرب المسافة بين المزارع والمرافئ التي تسمح بالتصدير إلى الشرق الأوسط، كما أنها مسألة ذوق بطبيعة الحال. فمنذ إدخال زراعة الموز من جانب إيطاليا القوة الاستعمارية السابقة في عشرينات القرن الماضي، أصبحت هذه الفاكهة عنصراً مركزياً في المطبخ المحلي. لكن في هذه السوق في مقديشو يشتكي البائعون من زيادة في الأسعار منذ بدء الصادرات إلى الخارج. الموز لم يكن غاليا في السابق، لكن الأسعار تضاعفت الآن. الناس لا يحبون زيادة الأسعار ولا يمكننا إقناعهم بدفع المزيد. تصدير الموز يسبب لنا مشاكل. وقبل النهوض بالكامل يتعين على هذا القطاع مواجهة تحديات أخرى، خصوصا ضرورة إعادة إصلاح بعض أنظمة الري والطرقات والمخازن. ولا يزال متمردو حركة الشباب الصومالية يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشكلون تهديدا على الأمن في الصومال وبشكل أكبر في شرق إفريقيا. لكن قطاع تجارة الموز يعطي بعض الأمل للصومال التي قد تصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الفاكهة في المنطقة.